السلام عليكم. عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا حبايبي. دي بقى الاوضه وهي كده مكركبه، اللي هي بتاعت العيال يعني. فانا قلت بقى اروقها بقى النهارده بالمره كمان. شده كده خفيفه اهو، بنروق اهو يعني سريرين وكده اهو. بتاع نمسح نشيل الملايات عشان بقى لنا بتاع كام يوم ما شلناهاش، يومين تلاتة كده ولا 4 ايام. فقلت بقى ايه اغير وافرش ملايات ايه نضيفه واظبطها. يعني كانت الاوضه مكركبه كده بتاع فيها شويه تراب وكده، مع ان الاوضه دي جوه يعني مش بره يعني مش على الشارع. فشدت السراير زي ما انتوا شايفين كده بسرعه بسرعه. والملايات دي انا اللي عاملاها على ايدي خيطان، كان قماش يعني وانا جبته وخيطته يعني. بحب ان انا وانا قاعده بعمل الحاجه وانا قاعده كده خيط لو في حاجه مثلا. هنا بلبس كيس المخده اهو. المخدات دي اصلا من ساعه ما نجدناها والواحد بيجي يدخلها بالعافيه، ما بتدخل صعبه، على ما كانش حد يساعدني في شدها ما بتدخلش، فعاليه عشان كده تاخد وقت. هنا كده فرشت اهو، بفرش المخدات لبستها اهي. حط الحاجه، طبق البطانيه ده على طول كده. البطانيه دي تقيله اصلا رزيه، في تطبيقها صعب اهي كده زي ما انتم شايفين. برضو هنا بشيل الملاية دي برضو هفرش التانية. وده برضو كان قماش برضو وانا عاملاه برضو ملايات، بنجيبه من حتة اسمها مزرعة البط وكده. فبنعمله قماش يعني، بدل ما اروح مثلا اجيب ملايتين الاقيهم غاليين، فبجيب قماش وانا خيطه اللون اللي يعجبني يعني وكده. او على يعني ذوق العيال يعني، لو مثلا عجبهم لون ولا حاجة ام مليكة فبقى تروح معايا بجيبه واخيطه وانا قاعدة. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو فرشته. برضو هطبق البطاطين برضو واحط المخدة اهي. او من ساعة ما حتى المخدات قصيرة من الجنب، لان المخدات عالية وكبيرة عن المخدات اللي انا مخيطاها يعني. هنا برضو بطبق البطانية اهي، تطبيق برضو. هي البطاطين دي اصلا الواحد الصيف ارحم عن الشتاء، الواحد بيقعد بقى يشيل ويحط بطاطين تقيلة، يشيل ويطبق ولازم يهوي في الشمس شوية عشان الجو وحش وكده اهو. زي ما انتم شايفين كده طبقتها على السرير اهي. برضو بطانية تانية اهي. البطانية دي كنا جايبينها من عند اسمها ايه ديت، سنتر شاهين وكده، مع انها مش حلوة يعني، خفيفة اهي. خلصنا. همسح بقى، اكنس الاول شوية على طول على طول عشان هي ما فيهاش تراب كتير اهي. نفس لون الصولة برضو يا حبايبي زي ما انا قلت لكم اهي. اهي همسحها على طول على طول اهي. شدها كده على طول بالشرشوبة يعني، مسيح خفيف خفيف اهي. واعيد عليها تاني برضو، خلصها يعني. بصوا اهي. شديتها ورجعت هشدها تاني برضو، تنظيف خفيف كده اهو. زي ما انتم شايفين، ما تنسوش اللايك والشير كده واشتركوا في القناة عشان تكبر بيكوا يعني. دي كانت فرشة يعني جايباها ام مليكة وانا حطيتها. ودي السجادة برضو، هي زي حافظة كده خفيفة، مش سجادة يعني اهي. بتبقى خفيفة عن السجاد يعني، عن السجادة التقيلة. دي الستارة كنا مركبينها زي اللي في الصالة. وهي الأوضة بعد ما خلصت. يا رب تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير عشان القناة تكبر بيكم. ديت بقى حلقطة، كنت بعمل أكل يعني وكده. فبعد ما خلصنا الأوضة وكده عملنا غدانا. ده غدانا، كنا بنعمل لحمة مسلوقة وبسلة وشوية ورق عنب كده. العيال قالوا نفسي في ورق عنب وبتنجان،
فعملت يعني بتاع كيلو بتنجان وربع ورق عنب كده اهوت على قدنا بسرعة بسرعة. اي، كنت بحط في بتاع دي كزبرة وكمون وفلفل اسود وملح بس. هو ده اللي احنا بنحطه للمحشي. ده الملح اهو، ودي الخلطة اما عملتها. وبحط هنا بصل وقوطة، وكان في شوية ورق خضرة كده حطيت هنا وانا بحشي اهو. كنا بقى ده غدينا يعني بعد ما خلصنا الأوضة وكده. شوية ورق عنب كنا جايبين ربع يعني كده، قلت اعمله يعني ياكلوه خفيف خفيف. وعملنا شوية ملوخية ناشفين وكده. اهو بوريكوا الصباع وانا بلف. احنا كلنا شطار يعني، بس احنا اهو بنشجع بعض يعني. احنا الستات بيوت زي الفل واحسن من بعض، بس بنشجع بعضينا. هبقى مرة كده وانا بخبز يعني اوريكم فيديو برضو وانا بخبز. والدتي يعني ربنا يديها الصحة هي اللي كانت بتخبزنا ده الاكل غدانا. يا رب يعجبكم. سلام.